من العراق. يقول أنا شاب فقير ولا عندي إلا أمي، وأمي ما عندها إلا أنا، أبوي متوفي وأنا الولد الوحيد. يقول أروح للسوق أدور لي أحد يبي أشيل معاه حمالي، يعني أشيل معاه أودي له أغراضه للبيت وأخذ المقسوم. يقولوا أجيب يعني اللي أنا أطلعه باليوم يلا يكفينا وجبة أنا وأمي من كثر الفقر اللي إحنا فيه. يقول المهم في يوم من الأيام طالع من البيت كعادتي بروح للسوق أدور لي شغل. يقول المهم وأنا أمشي يقول والقى ذيك المحفظة طايحة. يقول أفتح المحفظة ولها مليانة فلوس. يقول فلوس يعني واجد. يقول والله وأرجع وأروح لأمي. يقول قلت لها خلاص ماني مشتغل، أنا لقيت محفظة مليانة فلوس. يقول يتغير وجه أمي، قالت المحفظة هذه مبلك يا وليدي، أكيد واحد هالحين فاقدها ولا تدري عن أحواله. يقول قلت يمه المحفظة مليانة فلوس، هذا واحد تاجر ولا غني والله ما يدري عنها. يقول قالت لي ولا واحد يمكن جمعهن من سنين وهو يجمع وهالحين ضاع منه. يقول استحيت من أمه. يقول قلت وش أسوي؟ قالت رح يا وليدي لإمام المسجد واسأله، قل له أنا لقيت فلوس وش أسوي؟ قال له يقول قلت لها زين سمي. يقول واروح وأعلمه السالفة وأقول له كل اللي حصل. قال شوف يا ولدي أنت لازم تعلن عنها. يقول قلت شلون أعلن عنها؟ قال تروح تدور بالسوق سالفة وأقول له كل اللي حصل. قال شوف يا ولدي أنت لازم تعلن عنها. يقول قلت شلون أعلن عنها؟ قال تروح تدور بالسوق كل يوم وتنادي وتقول من اللي ضايع له شيء، لا تقول محفظة ولا تقول فلوس ولا تطر شيء، قل اللي ضايع له شيء يجيني. صاحب المحفظة لا سمع كيف يدري انه يبي يشك انها محفظته. يقول قلت له الى متى؟ قال على الاقل 3-4 شهور تنادي، وسنة كاملة لازم تقعد المحفظة معك، بعدين إذا ما جاها أحد تصرف فيها. يقول المهم والله أروح للسوق ونادي من اللي ضايع له شيء، من اللي ضايع له شيء. يقول ما حد رد. يقول صرت كل يوم شغلتي أروح للسوق ونادي. يقول درجة إن الناس حامت كبدها مني. يقول كانوا يقولوا لي يا ابن الحلال خلاص اللي انت لقيته لك. يقول المهم والله وقعد 3 شهور ما ادري 4 شهور وانا كل يوم اروح انادي واروح احيانا اماكن جديده يعني شوارع جديده ونادي. يقول المهم بيض الله وجهي ما قصرت. يقول سكت على المحفظه لين عدى سنه. يوم عدى سنه يقول قلت لامي خلاص الفلوس الحين صارت لي. يقول حتى خلال السنه يعني ما سكت، لا صار مناسبه ولا سولفت مع أحد. يقول قلت ما سمعت عن أحد يدور شيء مضيع شيء ترى عندي. يقول حتى الناس قلت لهم. يقول يجيني ناس اللي يقول ضايع لي دجاج أو اللي يقول ضايع لي خروف واللي يقول أقول لهم لا ما هي بهذه ما هي بهالحاجة. يقول قلت لأمي أنا بشتري سيارة بالفلوس هذه. يقول الفلوس واجد تجيب لي سيارة صدق ما هي بجديدة السيارة، لكن يقول من أول من وين السيارة ما حصل ولا كفر حتى. يقول والله واروح واشتري سيارة. يقول واشتغل كدادي أودي الناس للمناطق الثانية بالعراق، أوديهم من هنا أجيبهم من هنا أشيل أغراض للناس. يقول ويا رب لك الحمد وتنفتح عليه من أوسع أبوابه ويصير يجيني فلوس وتربح وصرت أتقضى البيت. يقول في ليلة من الليالي يقول أنا كنت موديا ناس المنطقة ثانية خارج بغداد، هو ببغداد. يقول خارج بغداد. يقول نزلتهم محلهم وجيت راجع. يقول يوم أني جيت راجع يقول ولا الطريق شوي مظلم. يقول ولا فيه 2 يأشرون.
يقول قلت مدامي توي على البيت ما وصلت خل اخذهم بطريقي. يقول قلت بشوف ان كانوا مو بطريقي وانا اخذتهم. يقول المهم واقف، السلام عليكم. وعليكم السلام. وين تبون؟ قالوا نبي المنطقة الفلانية، القرية الفلانية. يقول ولها صحيح ما هي على طريقي على طول، ما هي على دربي على طول، لكن يقول يعني أفرق بهم لي مثلا 10 كيلو 15 كيلو وانزلهم وارجع لدربي، ما نبي يعني متأخر. يقول قالوا وجل افتح الشنطة نبي نحط أغراض معنا. يقول واجي وانزل. يقول السيارة موديل قديم، يقول لازم أنا أفتح الشنطة بيدي. يقول وانزل وافتح الشنطة. يقول أنا فتحت الشنطة. يقول أنا فتحت الشنطة وهم يحطون كل واحد معه فاس ويحطوا، ومعهم مسحات اللي يحفرون بها الأرض، ومعهم لا إله إلا الله كيس زبالة، أكياس زبالة. يقولوا يحطونه. يقول قلت يمكنهم مزارعين ذولا. يقول يوم ركبوا قالوا اسمع في قدام وحنا ماشيين نبيك تلف يسار في بيت لحاله، نبيك توقف عنده، نبي نجيب لنا غرض ونجي. يقول قلت إن شاء الله. يقول المهم وامشي مسافة من المكان اللي أنا أخذته منه. يقول مسافة من بعيدة. يقول فعلا أفرق يساري. يقول يوم جيت ولا ذاك البيت الكبير، يقول ولا البيت لحاله. يقولوا ينزلون. يقول أنا قاعد. يقول يوم دريت يوم طلعوا من البيت معهم حرمة. يقول الحرمة مغطية بالكامل ما يبين منه ولا شيء. يقولوا يركبون اثنينهم وراء ويحطون البنت الحرمة اللي معهم يحطونها بالوسط. يقول أنا ما أسمع إلا شهاقة وصياحة. يقول أنا أفكر وش قصتهم ذولا، وش بلاهم، وش فيهم. يقول واربط الأحداث. يقول قلت بنت تصيح ومعهم فاس ومسحات وكياس زبالة، السالفة فيها جريمة ما هي بسهلة. يقول وفكر قبل نصل لهذيك القرية. يقول وانا اعرف القرية ذيك اغلب بيوتها خرابات، يبه ناسي بس اغلب بيوتها خرابات. يقول قلتي هذولا ناويين ان يذبحون البنت ذي ويدفنونه. أنا ما أدري والله وش قصتها بنت الحلال، لكن مو معقولة إني أنا بوديها الموتة. يقول واجي وأوقف. يقول قالوا ها وش فيه؟ يقول قلت والله إني ما أدري، لكن هذه سيارتي قديمة تعرفون يبي له أبنزل أشوف وش الدعوة فيه. يقول وأنزل وأفتح كبوت السيارة. ويقول وناظر تني أدور شيء كأني. يقول واجي وسكر كبوت. يقول واركب. يقول قلت يبي له دف يا جماعة، ساعدون شوي بس دزة بسيط وإن شاء الله أنها تشتغل. يقولوا ينزلون الاثنين. يقولوا يوم أنهم نزلوا وهم يدفون. يقولوا أنا شغل وطير واسرع. يقول أنا متأكد لا عرفوا سيارتي وش الدنيا ظلمة بظلمة. يقول حتى هم أنا ما عرفتهم، لو يبون ينجابون قدامي ما أدري يعني. يقول وأنا نفس الشيء ما نظرون أصلا. يقول واحط رجلي. يقول واسرع. يقول والبنت تصيح ورا. يقول المهام والله واوصل الين عند امي. يقول قلت لها يا بنت الحلال انزلي، امي قدامك بالبيت. يقول البنت خافت. يقول واروح ونادي امي. يقول قلت يمه السالفه كذا وكذا. قالت والبنت وينها؟ يقول قلت بالسياره. يقولوا تطلع امي وتمسكه وتدخله وتسمي عليا. يقول المهم وتقعد مع امي اسبوع. يقول وانا ما ادري وش قصته. انا يقول انشغلت بمشاغلي رايح جاي. يقول يا عقب الاسبوع. يقول واجي قلت لامي عرفتي قصة وانا ما ادري وش قصته. انا يقول انشغلت بمشاغلي رايح جاي. يقول يا عقب الاسبوع.
يقول وجي قلت لأمي عرفتي قصته؟ قالت لا والله ما سألتها، البنية بس تبكبك وبس تصيح، ويعني بالحيل حالتها النفسية. يقول قلت نادي أهلي، يقولوا تجي. يقول قلت يا بنت الحلال حنا يعني لا تخافين منا، أنا بس أبي أعرف وش قصتك علشان أعرف شلون أساعدك. قالت والله يا أخوي قصتي إني أنا بنت واحد من رؤوس القوم، من أغنياء الناس، من القبائل اللي يشهد له، وأبوي رجال معروف ورجال مجلسه مفتوح ورجال يعني ينطر اسمه من عقبه ينقال والسبعة أنعام. وتعرف المجتمع اللي حواليني يعني لابد فيهم ناس كارهين، وإننا قد اخطبن واحد ورفضت من جماعتنا، وإنه يعني من عقب الرفض وهو يعني يبي ينتقم منا بأي شكل هو واخته. وإن في يوم من الأيام أنا راجعت من بيت عمتي، تقول والقاها كشاب واقف بالشارع، يقول قال لي يا أختي ما تعرفين المكان الفلاني، يقول تقول وقعد أوصف له، تروح من هنا تجي من هنا، تقول أثر الولد ذاك واخته شافون. يقول وهو يدخل على أبوي، يقول قال بنتك اللي ما يخطيها هاشك كذا رفضت، لا خليل ولا عشيق ولا صديق ولا يقول والبنت مشت بين الصديق ولا يقول والبنت مشت بين البيوت، فلانة لها صديق، فلانة تحب واحد، فلانة تقول وتسوء سمعتي باسبوع، تصير سمعتي سودة مثل الكحل. تقول ابوي زهق خلاص، الحل عندهم وشو؟ انهم يذبحونه. تقول ولا انا والله ان يشهد علي الله اني انظف من النظافة نفسه. تقول وقام ابوي، تقول يا من كثر الحاتي وكثر اللغط وكثر يعني النغزات ومن العالم اللي حوالينه، قال لاخواني الاثنين اخلصوا منه. شوفوا السهولة يعني، اخلصوا منه. وانه اللي اشروا لك هيك الليلة هذول اخواني، وانهم راحوا واشتروا عدة الحفر، وهذا قايلين اللبوي خله تجهز، نبي نروح نجيب عدة الحفر ونبي ناخذه، ونبي نروح به الأرض ما بها حد ونذبحه وندفعه ونخلص من عاره. وإن أنا ترجيت أبوي وتوسلت له ويعني وحلفت له وقسمت له، لكن ما في فايدة. أبوي حس إنه خلاص سمعته إنه يقتله، قال بد ما عليت وهذا أنتي عند أمي، لكن أنا بسألت هالحين البيت ما فيه إلا أنا وأمي، لكن أنا بسألت هالحين البيت ما فيه إلا أنا وأمي، وأنا شاب ما تزوجت وأنتي بنت ما تزوجتي، وقعدتنا كذا، هذا اللي تبي تجيب لنا الكلام، لأن لا بد أن الجيران يبون يشوفونك. مير إيش رايك نتزوج؟ قالت أنا والله بعد موقفك معي وأنقاذك لي والله ما أقول لا. المهم مو يجيبون لهم قاضي ويعقد لهم مملك، مو قاضي، يجيبون لهم مملك ويعقد لهم ويتزوجون، وتصير يعني أحن من أمه عليه، ويقعدون 5 سنين متزوجين. يقول أحيانا أشوفه يعني تسج تهوجس، يقول بس لا قلت له وش فيك؟ قالت لا ما بي شيء. يقول في يوم من الأيام عقب 5 سنين، في يوم من الأيام وأنا أدخل عليا ولا تصيح، يقول قلت لها يا أم فلان وش فيك؟ عسى ما عليك قصور،
قالت لا والله، لا والله ما علي قصور، لكني حنيت لأهلي، ودي أشوف أمي، ودي أشوف أبوي، ودي يعني فكرتهم عن وأنا بريئة وأنا طاهرة. قال له أنا أذكر هذاك البيت اللي خذوت منه، بما أنه يعني سواق، يعتبر سواق تاكسي ويعرف الدروب، وبروح لبوت. يقول قالت وشلون؟ قال مالك شغل. يقول والله هو أروح لنفس المكان. يقول يوم اني جيت لهك البيت، يقول ولا الانوار مولع، يقول والله هو اروح لنفس المكان. يقول يوم اني جيت لهك البيت، يقول ولا الانوار مولعه ولا المجلس مفتوح، يقول والله وادخل. يقول يوم دخلت ترحيب وتهليه، يعني مضياف، بيت مضياف. يقول ولا راعي البيت يقول قاعد، يقول عرفت ان هذا ابوه قاعد، يقول هيبه وسيمه وقيمه. يقول ولا فيه شابين حوالينه. يقول انا شكيت ان هذولا اللي كانوا معي هذيك الليله. يقول المهم سلمت وقهوون يقول اخر شيء ويلتفت علي اللي هو ابوه راعي البيت، قال منين جاي يا اخو؟ يقول قلت جاي من قريب، أنا جايك بموضوع. يقول قال سام مبشر. يقول قلت أول شيء تعطينا الأمان. يقول قالوا شلون؟ قلت أنا ما راح أتكلم إلا إذا أعطيتنا الأمان. قال تفضل وعليك الأمان. قال أنا قبل 5 سنين كان عندي سيارة تاكسي، وجيت من هالطريق وركبوا معي 2 وجابوا بنت من هالبيت. يقول وهم يلتفتون الأخوين، يقول قالوا وين راعي التاكسي اللي هجيت بختنا؟ قال إيه أنا اللي هجيت بختكم. ويتفلتون. قال لأبو اقعدوا ولا واحد يتحرك، أنا عطيته الأمان كمل. يقول الناس فاتحت عيونه وذانه علشان تشوف وش اللي صار. يقول قلت أخذت بنتك ووديتها عند أمي، كان عندي سيارة تاكسي وجيت من هالطريق وركبوا معي 2 وجابوا بنت من هالبيت. يقول وهم يلتفتون الأخوين، يقول قالوا وين راعي التاكسي اللي هجيت بختنا؟ قال إيه أنا اللي هجيت بختكم. ويتفلتون. قال لأبو اقعدوا ولا واحد يتحرك، أنا عطيته الأمان كمل. يقول الناس فاتحت عيونه وذانه علشان تشوف وش اللي صار. يقول قلت أخذت بنتك ووديتها عند أمي وتزوجته، وترى بنتك طاهرة أطهر من الطهارة نفسها. قال الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير. قال وتراهم عيالي الحين، ولو بشي أنا ما رضيت أخذهم عيالا لي. يقولوا يقوم ويحب ويخمخم، أنت شلت عارا عن، أنت يعني بيضت وجهي، أنت رفعت راسي في وسط الناس. قال وينه؟ يقول قلت له بيتي، أبى أروح وبجيبه وبجيب عيالي معه. يقول والله أروح وبشره. يقول واجي أنا وأمي وهي وعيالنا، يقولوا ندخل عليهم ويرحبون ويهلون. يقولوا ترجع المياه المجاريها بين الأب وبنته وأخوانه. وهذه كانت قصتنا، وسلامتكم وتعيشون.